بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض شعرية حادقة مفلفلة، طبعا خطيرة بالمكسرات. تقدري تقدميها لوحدها، تقدري تقدميها مع اي صنف بروتين. حلو قوي في العزايم ومفلفلة زي ما انتم شايفين، والطعم خطير. انا بقى كنت مقدماها مع بط، يعني كنت عاملة بط ومقطعة البط وحاطاه فوقيها كده. طبق بجد شكله شهي وهيعجبك قوي في العزايم، والطعم خطير. طبعا مش اول مره اعملها معاكي في القناه، انا عاملاها معاكي قبل كده، بس حبيت افكرك بيها. حلوه قوي وسهله قوي. يلا بينا نشوف الطريقه عملناها ازاي. اول حاجه على النار هجيب الحله بتاعتي واحط معلقه زبده وقطعه معلقه سمنه وقطعه زبده. وقطعه الزبده دي صغيره، مش زي ما هي باينه كبيره قوي كده، بس مجرد ان هي تسيح، يعني السمنه والزبده يسيحوا مع بعض كويس قوي. انزل بكوبايتين شعريه، انا عامله كوبايتين شعريه، يعني عامله السيرفيس اللي انتوا شايفينه ده كوبايتين شعريه. افضل بقى اقلب فيها كاني بحمرها عادي للرز، طبعا لان انا عايزه افضل ايدي فيها عشان انا عايزاها ما تتحرقش وتبقى كلها لون واحد ولون ذهبي، تاخد معايا اللون الذهبي الحلو ده. بس كده. انا طبعا هعمل يعني هحط في النص كده مستكه. المستكه بقى بتوديها في حته تانية بجد. اول ما بحطها وهي سخنه كده المستكه بتسيح وريحتها خطيره، بجد بتخلي ريحتها خطيره. تقدري تحطي مستكه وتقدري لا، براحتك خالص. طبعا الشوربه فيها كل حاجه، بس انا بحب احمر معاها مستكه. بصوا اخدت اللون الذهبي ازاي. خلي بالك في اللحظه دي بقى افضل اقلب يمين وشمال واوطي النار عليها خالص عشان ما تتحرقش مني. لو هتشيليها ومش هتسقيها دلوقتي، يبقى شيليها دلوقتي خالص واطفي النار عليها تماما، علشان هي لسه بتكمل سواها. يعني لو هتركنيها لازم تطفي النار زي ما انا عملت كده. وبعدين لما اجي اسويها احطها تاني على النار واجيب بقى كوبايتين شوربه، وانا عاملاها بشوربه بط. خلاص كده. وطبعا مظبطه البط وحاطه الملح بتاعي، وطبعا الشوربه دي فيها ورق لوري وفيها كل يعني كل التوابل اللي انت عايزاها، وحبهان وفلفل اسود وكل حاجه. اقلب طبعا. طبعا المستكه مديها ريحه خطيره لحد ما تشرب خالص زي الرز بالظبط. في اللحظه دي احط لها زبيب، شويه زبيب. انا الزبيب هحطه من فوق الوش وفي الوش وفي النص. طبعا الزبيب انا بحطه في الاخر خالص لما تكون خلاص استوت تماما. هي كده استوت تماما اهي. بصوا بحطه علشان الزبيب ما ينفش قوي من السخونيه. ابدا بقى احمر في طاسه، احط معلقه سمنه واحط بقى المكسرات بتاعتي اللي انا احطها. انا طبعا هعملها بلوز، ما كانش عندي لوز مقشر، فانا نقعته في ميه سخنه وقشرته. وبعد ما قشرته حطيته بقى في معلقه سمنه او زبده واقلبه ايدي فيه على طول بحيث ان هو يتحمص. لو عندك لوز متقشر ومتحمص خلاص بلاش الخطوه دي، بس انا بحب اعمل الخطوه دي لما يبقى عندي لوز حتى عادي. تمام كده. انا هحط على الوش زبيب ولوز بس. كده اللوز خلاص استوى معايا. ابدا اصفي منه معلقه السمنه دي، احطه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيته اهو خلاص في مصفى. وبعدين اجيب منديل عشان يشرب اي ماده دهنيه، وفعلا المنديل هيشرب كل حاجه. خلاص كده اللوز جاهز والشعريه جاهزه، غرفتها وحطيت عليها اللوز اهو، وحطيت عليها كمان زبيب، وقدمتها زي ما وريتك اهو. بصوا مفلفله ازاي، بجد طعمها خطير. في حته تانية جربيها، طبق يشرف في العزايم. حلو قوي. قدمتها مع قطع بط. تمام. قدمتها مع قطع بط وطعمها حلو قوي طبعا ومختلف وبديل للرز بسمتي لاي حاجه. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.